تخيل تبقى قاعد فاضي وعمال تقلب في الموبايل، لقيت قدامك مقدمة لأغنية ألف ليلة وليلة. ويا سلام بقى لو انت بتحب الأغاني وعارف إن المقدمة دي عمرها ما هتتكرر ومجاش ولا هيجي زيها تاني. وعشان تفهم كلامي كويس هسيب لك مقطع من المقدمة دي. وهنا جه في بالي سؤال حلقة النهاردة: هو ليه الأغاني القديمة ليها إحساس مختلف؟ تخيل أغنية ممكن مدتها تعدي النص ساعة أو الساعة كمان، أول ما تشتغل في ناس بتقعد تسمعها كلها. هتقولي إزاي الناس دي بتسمع الأغنية كلها؟ دول يا إما حالة من اتنين، يا إما ناس فاضية يا إما غالبا مجانين. لا بقولك إيه، مجانين مين يا عم؟ احترم نفسك كده. الفئة دي من الناس عقلهم بيكون ناضج. هترد تقول لي ازاي يعني يا عم مصطفى؟ هو في واحد ناضج يضيع ساعة من عمره يسمع فيها أغنية؟ أقول لك عالتقيلة كمان، الناس اللي احنا بنتكلم عليها دول يا دوبك سمعوا الأغنية في بيتهم أو سمعوها في أي حتة تانية. بس زمان أيام الأغاني دي كان في ناس بتروح مخصوص وتسافر عشان تدفع التذكرة وتروح تتفرج على المطرب أو المطربة هما بيغنوا الأغنية كلها. اتصدمت صح؟ تعال بقى أقولك على الخلاصة. الحقيقة إن الأغاني القديمة كان فيها روح. زمان الأغنية ما كانتش مجرد موسيقى وكلمات، كانت حكاية. المطرب كان بيوصل إحساس معين لكل الناس اللي بتسمعها، والكلمات واللحن بياخدوا وقت كبير جدا عشان كل تفصيلة تكون في مكانها. زمان الأغاني كان ليها ميزة إن ليها معنى عكس دلوقتي، وده مش معناه إن أغاني دلوقتي وحش، بالعكس كل زمان وليه طريقته. وفي أغاني دلوقتي برضه فيها إبداع وإحساس مختلف عن زمان. الأغاني زمان كان فيها آلات موسيقية كتير وكان فيه اهتمام بالتفاصيل المهمة، واللحن كان بيتبني واحدة واحدة عشان يطلع لحن رائع وجميل والناس كلها تسمعه. ويا سلام بقى لو تسمع ألحان بليغ حمدي، دي بجد تدرس دلوقتي. فاكرين المقطوعة اللي سمعتوها في الأول؟ دي كانت من ألحان بليغ حمدي. والمطربين زمان زي أم كلثوم، عبد الحليم حافظ، فيروز، ميادة الحناوي، ماجدة الرومي، وردة الجزائرية، عبد الوهاب، فريد الأطرش، محمد فوزي وغيرهم كتير، قدموا أغاني جميلة وحكايات مختلفة عشان يسيبولنا أثر ونفضل نسمعه طول عمرنا. وبس كده، لو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك وتشترك في القناة واكتب لي في التعليقات ايه أحسن أغنية قديمة بتسمعها لحد دلوقتي. والسلام عليكم.